لو انت مش متداول وبتتفرج على اللي بيحصل للذهب الايام دي، وان هو من اول شهر سبتمبر طلعنا من ال 3400 وصلنا لل 3700، يعني حوالي 300 دولار في اقل من اسبوعين، عايزك تفهم ان انت كشخص عايز تدخل مجال التداول بتتعلم 4 مهارات في الاساس. رقم واحد التحليل الاساسي، رقم اتنين التحليل الفني، رقم ثلاثة إدارة رأس المال والمخاطر، ورقم أربعة التهيئة العقلية والنفسية ليك كمتداول في أسواق المال. هقول لك ان التحليل الفني في بعض الاحيان لما اسعار الادوات الاستثماريه تصل الى قمم تاريخيه، هنا التحليل الفني بيعطل. يعني احنا مثلا دلوقتي عند 3700 للذهب، دي منطقه تاريخيه، وبحكم ان التحليل الفني قايم على مبدا التاريخ يكرر ويعيد نفسه، هنا مفيش تاريخ بقى، فانت دي منطقه جديده. اذا اللي هتبتدي تتابعه الفتره دي بتاعه الذهب مش التحليل الفني، هتبتدي تتابع التحليل الاساسي، معدلات الفايده، ضوء التيسير النقدي، ضوء التشديد النقدي، اجتماعات الفيدرالي، تلميحات لخفض معدلات الفايده، ايه البيانات الاقتصاديه اللي ممكن تخلي الفيدرالي الامريكي يخفض الفايده او يزود الفايده. كل ده هتتعلمه في كورس التداول من البدايه وحتى الاحتراف.